السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل التريليتش او كيكة الحليب او القشطوطة زي ما بيسموها. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبدقيق سبونج جاهز، يعني هتبقى سريعة جدا وسهلة ولذيذة ان شاء الله هتعجبكم. هننزل ب6 بيضات كده، وهننزل كمان بفانيليا. ممكن نستخدم فانيليا سايلة عادي جدا. هننزل كده بنص كيلو من دقيق السبونج الجاهز، وهننزل كمان بنص كوباية من المية. هنضرب بقى المكونات دي مع بعضها في العجان، او ممكن نستخدم المضرب الكهربائي عادي جدا لحد ما القوام كده يعلى معانا ولونه يفتح كده. هنبدأ نوقف ضرب زي ما انتم شايفين كده. كده القوام بدأ يتغير كده، وشوفين لونه فتح ازاي. هو ده القوام المطلوب. هننزل بقى، عندي صينية كده انا حاطه لها ورق زبدة. انا محتاجة القوام ما يبقاش سميك، يعني عايزاها كده تبقى رفيعة عشان لما احط الكريم شانتيه عايزاها تبقى رفيعة مش تبقى عالية يعني. فانا كده دي الصينية دي اكبر صينية في الطقم اللي هو ده، الصواني المربعة ده. هنفرد كده الخليط كويس قوي في الصينية علشان ما تبقاش في حتة عالية كده وحتة واطية. زي ما انتم شايفين كده، نحاول نساوي كده على قدر الامكان زي ما انتم شايفين كده. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180. يلا بينا بقى نعمل الكراميل مع بعض. انا ضفت هنا كوباية من السكر، وهضيف شوية صغيرين كده من المية، يعني رشات كده من المية بسيطة كده، وهسيبه لحد ما يتكرمل. شايفين يا جماعة بدأ اللون اهو يتغير. طبعا اول ما ياخد لون كده من الجناب هبدأ اقلب عادي جدا. هضيف دلوقتي معلقة كبيرة من السمنة او من الزبدة زي ما تحبوا. دي هنا سمنة بلدي، انا ضفت لها كده معلقة. وانا عندي هنا كوباية من اللبن، ضايفة ليها معلقة من النشا ومعلقتين من الكريم الشانتيه. هنقلبهم كويس قوي كده. اول ما هننزل باللبن هنلاقي القوام تقل كده معانا. شايفين؟ تحفة. جربوا الطريقة دي، عمرها ما هتفشل معاكم، بجد حلو قوي. هنجهز بقى اللبن اللي احنا هنسقي بيه. هنضيف كده معلقتين من السكر ورشة كده من الفانيليا، حوالي كوبايتين ونص ده من اللبن. هنقلبهم بقى، ندوب السكر كده كويس قوي مع اللبن زي ما انتوا شايفين كده. ما تخافوش يا جماعة يعني من التسقية ان الكيكة تعجن او حاجة. اهم حاجة ان نسيب الكيك يبرد، اهم حاجة. وهنشيل طبعا الطبقة اللي على الوش دي علشان ما تخليش برضو الكيك يعجن. هنشيل كده الورق الزبدة. شايفين يا جماعة الكيك طري وحلو قوي. هنشيل كده ورق الزبدة بالراحة زي ما انتم شايفين كده. هبدأ برضو اشيل الوش كده، طبقة من الوش كده. اهم حاجة نشيل الوش علشان خاطر الوش ده بيبقى بيلزق. هبدأ بقى اسقي الكيك بتاعنا كده بالحليب بتاعنا اللي احنا جهزناه مع بعض. وعندي انا مجهزة كريم شانتيه من اللي هو الجاهز. انا جايبة كريم شانتيه جاهز، باكت كده. يعني شوفوا التعليمات اللي على الباكت كده من ورا واتبعوها واعملوه. بس انا ايه، حبيت ان الكريم شانتيه يبقى سايل سنة كده علشان خاطر عايزة اعمل ادخله كده مع مع الكراميل، يعني الاتنين يدخلوا كده مع بعض. بس اللي مش حابب يعني الخطوة دي، ممكن نعمل الكريم شانتيه يكون متماسك اكتر ونحط عادي الكراميل كده على الوش. بس انا حبيت ادخلهم الاتنين في بعض كده عشان ابقى اعمل خطوط من الكراميل وخطوط من الكريم شانتيه تاني. زي ما انتم شايفين كده نزلت بالكراميل كده على الكيك. بجد طريقة الكراميل دي ناجحة جدا وطعمها حلو قوي. بصوا يا جماعة، انا عايزة اعمل اللون كده، وبعد كده هبدأ احط تاني خطوط من الكراميل
وخطوط من الكريم شانتيه هيبقى شكلها حلو جدا. اتمنى تجربوها، الكيكه دي حلوه قوي وبجد خفيفه بشكل يعني مش هتقعد. هنعمل بقى خطوط كده من الكريم شانتيه كده، انا حطيته كده في كيس تلاجة عادي جدا، هعمل بيه خطوط كده. وبرضو حطيت الكراميل في كيس برضو تلاجة. شايفين يا جماعة اللون والشكل عامل ازاي؟ تحفة. هو ده الشكل المطلوب، بشكل عشوائي كده. هنبدأ بقى نعمل بأي، انا هنا كنت عاملة بمعلقة يعني، ممكن بخلة اسنان او بعصاية الشيش طاووق نعمل بيها كده. شايفين يا جماعة الشكل عامل ازاي؟ تحفة جدا، بجد تحفة. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في كومنتس عشان بحب اسمع رايكم جدا. هنقطعها بقى بالشكل ده، بس الاحسن ان انتوا تسيبوها لتاني يوم، بس احنا بجد مصبرناش يعني ان احنا نسيبها لتاني يوم من طعمتها وحلاوتها. شكلها كان حلو قوي، لما تسيبوها لتاني يوم هتبقى متماسكه اكتر. شايفين يا جماعه لونها ابيض ازاي؟ حلو قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعارات بوصفاتي الجديده. ما تنسوش كمان تشاركوا الفيديو ده لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد. في رعاية الله وحفظه، مع السلامة. ما تنسوش تصلوا على النبي.